سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، الراجل اللي كسر الأصنام واترمى في النار وطلع منها سليم ولا كأن حصل له أي حاجة. طلب من ربنا إيه بقى؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. السؤال يخض، طب ليه؟ هو مش مؤمن؟ ولا في حاجة أعمق من كده بكتير؟ النهاردة مش هنحكي قصة، النهاردة هنفهم قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ركز في الكلمة الأخيرة، ليطمئن قلبي، مش علشان أصدق أو علشان أؤمن، لكن علشان قلبي يطمن. عشان بس تكون فاهم معايا، سيدنا إبراهيم عليه السلام ما كانش شاكك في قدرة ربنا، والدليل إنه لما قال لربنا ما قالش يا ربي هل تستطيع تحيي الموتى. وتاني حاجة إنه لما رد على ربنا قال له بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أنا آمنت فعلا، يعني الإيمان موجود، بس في فرق كبير جدا من إنك تؤمن وإنك تشوف بعينك. زي بالظبط إنك مصدق ومؤمن إن النار بتحرق، بس لو لمستها وحرقت لك إيدك الإحساس مختلف. فهي دي النفس البشرية. العلماء قالوا في فرق بين علم اليقين وعين اليقين. العلم اليقين إن أنت تكون مصدق الحاجة، وعين اليقين إنك تشوفها. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده علم اليقين بس طلب عين اليقين. طيب ليه بقى؟ علشان ربنا بيحضره لمقام أعلى، عشان يكون أبو الأنبياء وقائد الأمة والشاهد على الحق. القلوب الكبيرة بتطلب طمأنينة أكبر. طيب ربنا قال له إيه؟ خذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني اختار 4 طيور وقطعهم ووزعهم على الجبال وبعدين نادي عليهم. أنا عايزك تتخيل معايا الموقف، لحم متفرق وريش وعظام متفرقة وكل جزء على جبل شكل، وينده عليهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. كل طير فيهم بيرجع حي زي ما كان ولا كأن حصل له أي حاجة. بيتجمعوا ال4 طيور عنده تحت، كل طير فيهم كامل مش ناقص ريشة واحدة. طبعا ده مش استعراض قوة من ربنا، ربنا أغنى من كده بكتير، بس ده درس لينا إحنا. طيب ليه طيور وليه تقطيع وليه توزيع؟ علشان سيدنا إبراهيم عليه السلام وإحنا كمان نشوف إن القدرة مش محتاجة أدوات ولا محتاجة سبب ولا محتاجة وقت. الحياة بترجع بكلمة واحدة من ربنا عز وجل. خليني بقى أتكلم معاك أنت بصراحة، أنت مؤمن إن ربنا هيفرجها عليك بس قلبك لسه قلقان. ده طبيعي جدا، هي دي النفس البشرية. وسيدنا إبراهيم عليه السلام علمنا حاجة خطيرة جدا، إن ينفع وعادي جدا إن أنت تكون بني آدم مؤمن وبتطلب الطمأنينة من ربنا. بس هنا الفرق بقى، إن أنت لما هتطلبها من ربنا مش من الناس ولا من الدنيا. ولو نلاحظ هنا هنلاقي ربنا ما قالوش أنت إزاي تسأل السؤال ده، بالعكس جاوبه وكرمه وطمن قلبه. الخلاصة إن سيدنا إبراهيم ما طلبش دليل، هو طلب سكينة القلب. وإحنا كمان بنطلب الطمأنينة دي بس في أي حتة غير ربنا. لو قلبك قلقان اسأل وادعي وقرب لربنا. الإيمان مش إنك ما تخافش، الإيمان إنك لما تخاف تروح لربنا. لو وصلت لهنا أتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو حسيت بكلمة واحدة لمستك سيب لايك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. القناة هنا مش حكايات وخلاص، دي وقفات نفهم بيها نفسنا ونقرب بيها من ربنا. لو حابب تكون معانا اشترك في القناة وخلي الجرس شغال عشان اللي جاي كتير بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.